السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. كل سنة وانتم طيبين ورمضان سعيد عليكم وربنا يعود عليكم الأيام بخير يا رب. النهاردة بقى كان عندنا عزومة وقلت بقى ان انا اصور الأكل ونشاركه مع بعض. طبعا عشان اي واحدة عندها عزومة او يعني عندها ضيوف تاخد الفكرة من العزومة ديت وتشوف هي عايزة تعمل ايه. مش لازم تعملي الاكل زي ما انا عاملاه بالظبط او كل اللي انا عاملاه. طبعا هو على حسب كميه الناس اللي هتيجي، وفي نفس الوقت كمان على حسب المقدره بتاعتك، يعني على حسب انتي مقدرتك ايه فاللي هتجيبيه. بس عامه انا صورت لك الفيديو كله وانتي خدي منه الافكار اللي انتي عايزاها. نشوف بقى جهزنا اكل العزومه ده كله ازاي. يلا بينا يلا بينا. اول حاجه نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. هيكون عندي هنا اول حاجه هعملها خالص يا جماعه من قبل ما ابدا يومي هيكون هو البلح. ليه اول حاجه بداتها بالبلح عشان يلحق يطرى معايا من هنا لاخر النهار، عشان طبعا البلح ده ناشف زي ما احنا عارفين. لو انت بقى مش حابه ان انت تعمليه من اول النهار يبقى مش هتنقعيه في ميه من الحنفيه عاديه، لا هتغلي له ميه وتنقعيه في ميه مغليه. كده ياخد معاكي ربع ساعه او تلت ساعه وهيكون طري معاكي. لكن انا بقى بريح دماغي واول حاجه ببدا بيها هي البلح عشان بس من هنا لاخر النهار يكون طري. وطبعا هحط له فاكهه، بس الفاكهه مش هحطها دلوقتي، الفاكهه هتكون اخر النهار قبل التقديم على طول. لكن البلح عشان يلحق يطرى وقمر الدين كمان يدوب هنقعه من دلوقتي في ميه. بصوا بقى، جبت البلح وفصفصته وغسلته كويس. طبعا غسلته وصفيته وبعدين احط عليه قمر الدين زي ما انتم شايفين كده، والسكر والميه. طبعا انا عامله في طبقين، انا عامله مقدار كتير عشان زي ما قلت لكم في اول الفيديو دي عزومه. طبعا انت بقى اعملي الكميه اللي انت عايزاها. حطيت قمر الدين وحطيت كمان السكر. ودلوقتي هنا بقى هنزل عليه الميه. هنزل عليه الميه وسيبيه بقى كده لغايه اخر النهار، غطيه باي حاجه وسيبيه كده على جنب لغايه اخر النهار. وتعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. خلاص خلصنا البلح، تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. انا هنا يا جماعه هعمل الحمام، فاول حاجه هبدا بيها هو الرز بتاع الحمام. عشان اعمل الرز بتاع الحمام هحط هنا شويه من الزيت او اي ماده دهنيه انت عايزاها، بس انا عامه بستخدم زيت. وبعدين بقى هتنزلي الرز كده على الزيت وعليه كمان الملح والتوابل. حطي بقى كميه الرز قد ايه على قد الحمام اللي انت حطاه. انا عندي هنا 6 جواز يعني 12 واحده. شوفي بقى انت عايزه تعملي قد ايه واعملي الكميه اللي انت عايزاها. نرجع بقى للرز بتاعنا. حطينا هنا شويه من الملح وشويه من الفلفل الاسود، رشه من الكمون بسيطه خالص ما نكترش يا جماعه، شويه حلوين كده من بهارات الشوربه اللي هي السبع حبوب بتوع الشوربه، وشويه كمان من الكزبره الناشفه. وعندي هنا شويه من الشطه على حسب الرغبه، لو انت مش حابه تحطي شطه خالص ما تضيفيش براحتك. بس عامه كل اللي انا التوابل اللي بقول لكم عليها دي يا ريت تضيفوها بالظبط عشان هي اللي بتطلع طعم الرز حلو قوي. وكمان عندي ورق لورا وعود سيجار. وكمان لو حابه ان انت تحطي قرفه مطحونه يعني قرفه ناعمه مع عود السيجار دوت القرفه براحتك، لو مش حابه خلاص اكتفي بعود السيجار. بس عامه هي ماما حطت تاني برضو هو شويه كده من القرفه مطحونين، وكمان حطت ملح صيني. انت برضو لو مش حابه تحطي الملح الصيني لان هو بيبقى مضر شويه ممكن تضيفي شويه قليلين زي ما انا كده حطيت، وممكن ما تضيفيش خالص. وبعدين بقى تقلبي الرز بتاعك دوت، اهم حاجه تشوحيه كويس جدا على النار. وبعدين تروحي منزله الميه. الميه هنا ميه عاديه خالص من الحنفيه، بس ما تزوديش كميه الميه عشان خاطر ان هو لسه هيكمل سوا في الحمام. على فكره الرز دوت معمول بطريقه مامتي مش بطريقتي انا خالص، يعني مش انا اللي عاملاه الصراحه، هي ماما اللي كانت عاملاه بس انا بصوره. وكمان على فكره ناس كتير قوي يعني عايزه تعرف الطريقه بتاعت ماما ديت، انا صورت لكم الفيديو اهوت، ادخلوا بقى وشوفوه. كل اللي بياكل الحمام من ايد ماما يا جماعه بيقول هي ازاي عاملاه، يعني حاطه ايه، بيفضلوا يستغربوا بيقولوا لا في حاجه محطوطه للرز، مع ان يعني المقادير بتاعته سهله خالص وكمان عمايله بسيطه خالص، ولا بنحمر الرز ولا بنعمل له بصله ولا اي حاجه خالص، هي بس شويه التوابل. بس هي يا جماعه في الاول والاخر يعني كل الحكايه كلها بتبقى حكايه نفس، يعني هي نفسها حلو قوي في الاكل. وكمان في رز الحمام بالذات يعني بصراحه هي مميزه بيه، عشان كده خليتها هي اللي تعمله وانا بعد كده كملته. طبعا الحمام بتاعنا دوت اتغسل واتنقع كويس جدا، ودلوقتي بقى هنحشيه. نحشي بقى الحمامه كده ونقفلها، وبعدين نروح حاشين الزحله.
احشي بقى بالشكل اللي يريحك والشكل اللي تعرفي تحشي بيه براحتك خالص. كل واحد وليه طريقة يا جماعة، يعني كل شيخ وليه طريقة. انتي بقى يعني الشكل اللي تعرفي تحشي بيه الحمام احشي، اهم حاجة تحشيها كويس وخلاص. وبعدين بقى هنروح جايبين الجناح وحاطينه لورا كده، بس كده. مش هندخل الراس لجوه زي ما احنا متعودين، لان دي في ضيوف وممكن يقطموها على طول من غير ما يشيلوا الراس. ولو جينا شلناها بعد ما استوت ده يعني هيبقى شكلها مش لذيذ. فعشان كده هخلي الراس بره. هجيب بقى هنا ورق اللورا اللي انا شيلته مطرح الرز، وهبدأ انزله في المية، وهبدأ احط كمان ملح وتوابل للمية. طبعا المية هنا بعد ما غلت انا ضفت لها الحاجات دي كلها. وبعدين بقى هجيب الحمام بتاعي، وهبدأ بقى ان انا احطه على ظهره كده. ما تحطيش الحمام على بطنها، لا لازم تحطيه على ظهرها. انا هنا اكون عامله حمام وبط ولحمه. طبعا كل حاجه هسلقها لوحدها، مش هعمل كله مع بعض في حله واحده، لان لو حطيت كله مع بعض في حله واحده هيطول قوي، وانا عايزه انجز. فهسلق الحمام لوحده، والبط واللحمه هسلقهم في حله الضغط. هوريكم دلوقتي هنعملهم مع بعض ازاي. حطينا الحمام، كان في واحده مفرقعه فكنت مخيطاها كده في فتله. طبعا لو مش حابه تعمليها في فتله او مش عارفه تعمليها في فتله ممكن نخلي السنان عادي. خلاص كده حطينا الحمام، هسيبه بقى لغايه لما يستوي، وتعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. عندي بقى البط هنا برضو، البط دوت منضفينه من بالليل ونقعينه في ملح وخل وليمون، وسايبينه بقى في التلاجة لتاني يوم. بصوا البط هنا يا جماعة كان عندي مش نضيف خالص، احنا طبعا جايبينه متريش وكل حاجة، بس كان كله كده شعري او ريش اسود كده، كان لازق فيه او تحت الجلد مش راضي يطلع. طبعا طلعنا في التنظيف والحمد لله لغاية ما وصلنا للنتيجة اللي انتوا شايفينها ديت. وبعد ما نقعناه من بالليل زي ما قلتلك، جيت بقى هنا شطفته كويس جدا كده تحت الحنفيه. طبعا انا ماسكه التليفون بايد وبصور بالتانية عشان كده، بس انا طبعا هشطفه كويس. بعد ما اسيب التليفون هشطفه كويس جدا. وبعدين جبت حله الضغط بقى عشان ننجز يا جماعه، حطيتها على البوتاجاز وحطيت فيها ميه وسبتها لغايه لما غلت. بعد ما غلت هبدا بقى ان انا اضيف لها شويه من التوابل كده مع ورق لورا وحبهان. وهبدا بقى اجيب الحاجات دي كلها واروح منزلاها في الميه بتاعتي. وطبعا ضيفي ملح لان انا حطيت ملح بس الكاميرا ما جابتهوش. وبعد ما حطيت بقى الملح والتوابل هروح جايبه بقى البطايه بتاعتي. ويا ريت يا جماعه تكونوا قاصين الجناح من الاول، لان بصوا انا عشان زي ما قلت لكم ماسكه التليفون بايد وبعمل بايد، فما عرفتش ان انا انزل البطايه. انتوا بقى يا ريت تكونوا قاصين الجناح بتاعها من الاول. نزلتها كده. طبعا هي الحله ممكن تاخد الاتنين، بس هتبقى مليانه على الاخر. انا طبعا عشان يعني انجز وعشان ما اخليهاش مليانه على الاخر هساوي واحد واحد. هي عامه ساعه الا ربع هيكون استوى. البط عندي هنا استوى اهوت. شايفين بقى خليته دايب ازاي؟ طبعا انا مخلياه مستوي على الاخر كده عشان سايباها بحالها. وطبعا احنا مش هناكل ولا بشوكه ولا بسكينه ولا الكلام دوت، ولا الضيوف اللي جايه لنا هتتعامل كده، يعني هيبقى بالايد على طول. فعشان كده انا سويت البط على الاخر، عشان بحيث ان هم لما يجي يمسكوه يتقطع معاهم بسهوله. بصوا بقى البطايتين اهم خلصوا. دلوقتي كمان هسلق اللحمه مكانهم. تعالوا اوريكم هنا هنعمل ايه في البط. طبعا الحركه ديت قبل ما يعني قبل التقديم على طول، يعني قبل الفطار كده حوالي بنص ساعه انا عملتها. يعني سبت البط طبعا لغايه لما خلصت الاكل كله، وبعد كده رحت حاطه له معلقتين من الصلصه او معلقه كبيره من الصلصه، على شويه من الزيت، على شويه فلفل اسود وشويه ملح. قلبت الكلام ده كله كده كويس، ودهنت بيه البط بتاعي ودخلته الفرن تحت الشوايه. ما تحطيش البط يا جماعه في الفرن، يعني تشغلي الفرن، لا شغلي الشوايه بس. بصوا بقى انا كان ممكن ادهن هنا البط بالزيت بتاعه الدسم بتاعه اللي طلع منه وبودر الزعفران، كان هيديله لون برتقاني كده وشكله جميل جدا. بس عامه يعني ما كانش هيضيع شكل الريش اللي هو الاسود اللي شكله بايخ ده. فعشان كده اضطريت ان انا ادهنه بصلصه. الصلصه كانت هتحروقه شويه، بس هو ده المطلوب ان انا اخلي يعني شكل البطايه عامه يتمحي كل الريش اللي فيها دوت. عشان كده انا دهنته بالصلصه. دخليه بقى تحت الشوايه ويطلع. بصوا بقى باللون دوت. نقلب بقى الوش التاني وبرده ندهن صلصه وندخلها تاني تحت الشوايه. وكده يبقى البط خلاص. تعالوا بقى نعصج هنا لحمه مفرومه للمكرونه والجلاش. هجيب البصله بتاعتي بعد ما فرمتها في الكبه، خليتها لغايه لما دبلت بس على البوتاجاز، مش عايزاها تحمر، تدبل بس. وبعد كده هنزل عليها اللحمه، نقلب اللحمه تقلبتين، وبعد كده نبدا نضيف لها التوابل اللي انت شفتيها دي.
فلفل اسود، شطه، كمون، كزبره، شويه من بهارات اللحمه. نقلب بقى الكلام ده كله كويس، ونجيب هنا عندي واحده طماطم مبشوره وننزلها برضو على اللحمه. نقلب اللحمه لغايه ما تدخل في نص السوا، وبعد كده هنروح جايب حبه فلفل رومي واحده بس يا جماعه، نقطعها كده مكعبات ونضيفها للحمه. نقلبها تقلبتين معاها. وهنا هطلع بقى شويه كده من الفلفل الالوان اصفر واحمر من الفريزر وهضيف لها. بس استنى شويه كده، يعني لما اديها تقلبتين كده، عشان بس الفلفل الالوان عندي دبلان طالع من الفريزر فدبلان. انا دبلت زيه الفلفل الاخضر مع اللحمه الاول، وبعد كده هبدا اضيف الفلفل الاصفر والاحمر. طبعا انا غسلاه قبل ما ادخله الفريزر، فمش محتاج ان انا اغسله تاني. هنزله بقى كده على اللحمه ديت، وهقلبها كده تقلبتين. انا خلاص كده هو الفلفل عامه دبلان، فمش محتاج ان هو يستوي تاني مع اللحمه. خلاص كده اللحمه بتاعتي خلصت، شايفين يا جماعه. وطبعا انا كان عندي شويه تاني كده في الفريزر فحطيتهم عليهم، لان طبعا الكميه ديت مش هتعمل سنتين الجلاش وسنه المكرونه. قلبت بقى الكلام ده كله كده كويس لغايه ما خلاص استوت، وهنزلها بقى من على النار. تعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. حطيت حله على النار فيها ميه، خليتها لغايه لما غلت. وبعدين دلوقتي بعد ما غلت هنزل فيها ملح، وهبدا بقى احط كميه المكرونه بتاعتي. انا هنا كنت عامله المفروض ان هو كيس صغير يعني، بس عشان ما كانش عندي اكياس صغيره فخدت من الكيس الكبير اللي هو الكيلو دوت نصه. حطيت بقى كميه المكرونه بتاعتي وهسيبها لغايه لما تستوي. بس طبعا مش عايزاها تستوي سوا كامل، يعني تلت سوا كده يعني الا ربع وننزلها. المكرونه بتاعتي استوت وصفيتها. هعمل بقى دلوقتي البشاميل. حله على النار ونحط فيها معلقتين كده صغيرين من السمنه او معلقه كبيره، ونزود زيت يا جماعه. اللي مش حابب يزود زيت وحابه تعمليها بسمنه بس خلاص براحتك. ودلوقتي بقى هنحط هنا 4 أو 5 معالق من الدقيق. هي عامه المفروض 4، بس انا بحب ازود البشاميل شويه عشان تكون جوسي كده وطريه ومليانه بشاميل. نقلب بقى كده الدقيق مع الماده الدهنيه، ولو لقيناها محتاجه ماده دهنيه تاني زودي. انا عامه هحط شويه من الزيت لغايه بس ما الدقيق بتاعي يفك بالشكل دوت. هنقلبه بقى كده تقلبتين لغايه لما يستوي. عايزاه يستوي مش عايزاه يحمر، لان لو احمر هيغمق البشاميل بتاعي. انا عايزاه بس الدقيق بتاعي يستوي كده، وبعد كده انزل عليه باللبن. شايفين؟ اديت له تقلبتين كده لغايه بس لما استوى. شايفين؟ لكن لونه فاتح زي ما هو، ما خليتوش لما محمر يا جماعه. ودلوقتي بقى هنزل عليه بكيلو من اللبن. بعد ما حطيت اللبن هروح حاطه هنا شويه من الشوربه. حابه ان انت تزودي ميه سلق المكرونه براحتك، بس عامه انا بستطعم الشوربه. بعد ما حطيت الشوربه هروح حاطه هنا بقى واحده من مرقه الدجاج، وشويه من التوابل. التوابل هنا ما تكتريش، يعني حطي من التوابل بس ما تكتريش. شويه قليلين كده من الفلفل الاسود، شويه قليلين برضو من الشطه، وشويه قليلين من بهارات اللحمه او بهارات الشوربه، السبع حبوب بتوع الشوربه، ده او ده هينفع. نقلب بقى الكلام ده كله كده لغايه ما البشاميل ياخد القوام اللي احنا عايزينه، وهو ده القوام اللي احنا عايزينه. طبعا لو لقيتيه تخين زودي شوربه، وهو ده القوام اللي انا عايزاه. خلاص كده. هنضيف بقى هنا شويه من الجبنه الموتزاريلا، ودي اختياري، لو انت مش حابه تحطيها براحتك، بس عامه يعني هتديها طعم حلو قوي. وكده خلصت البشاميل وخلصت اللحمه وكمان سلقت المكرونه. تعالوا بقى كده نفكك المكرونه من بعضيها. طبعا انا بعمل الخطوه دي على الحوض عشان ببل ايدي واروح فكه المكرونه. هنزل بقى المكرونه هنا في اي طبق عشان اضيف عليها البشاميل. حطي بقى كده شويه من البشاميل، يعني قد كبشتين 3 كده، وقلبي المكرونه مع بعض كويس جدا لغايه لما كلها تتغلف بالبشاميل. وهجيب بقى الصينيه بتاعتي هنا، ومش هدهنها سمنه، لا احط لها شويه من البشاميل. لو انت حابه تدهنيها سمنه براحتك، بس عامه يعني بتطلع ناشفه شويه من تحت. انا بحب الصراحه ادهنها شويه بشاميل. ونحط كده نص كميه المكرونه، وبعدين ننزل اللحمه عليها نفردها، ونص كميه المكرونه التانية.
تعصيج اللحمه ديت يا جماعه، ديت اسهل طريقه لتعصيج اللحمه المفرومه، وكمان طعمها حلو قوي. جربي الطريقه ديت، سهله جدا وطعمها حلو على فكره. الفلفل الالوان مدي طعم جميل جدا للحمه، والله العظيم فعلا زي ما بقول لكم، مديها طعم، وكمان مخليها خفيفه شويه يعني مش تقيله. وكمان لما ندبل البصله بس وبعد كده ننزل عليها اللحمه بتدي طعم حلو قوي برده من اللحمه، بتخليها مسكره كده، وفي نفس الوقت ما بتبقاش تقيله واحنا بناكلها وبتتعب لنا معدتنا. ننزل بقى بقيه المكرونه، نحاول بقى على قد ما نقدر نسويها كده عشان بس البشاميل بتاعنا ما ينزلش لتحت. ساوي بقى كده على قد ما تقدري، وبعدين بقى نزلي بقيه كميه البشاميل الموجوده كلها. حابه بقى تسيبيها على كده براحتك، حابه تحطي لها جبنه موتزاريلا زي ما انا هعمل برضو براحتك. سويت بقى كده البشاميل بتاعي كويس، لازم اسويها يا جماعه، لان حته المكرونه اللي بتبقى طالعه لفوق ديت لو سبتها زي ما هي كده هتتحرق وهتنشف، وهتبقى طعمها مش حلو خالص. ودلوقتي بقى رشيت رشه الموتزاريلا كده زي ما قلتلك، وهدخلها بقى على الفرن. هتاخد حوالي نص ساعه في الفرن، ولو ما احمرتش هنشغل عليها الشوايه. لا هي اوريدي اتحمرت مع نفسها خلاص كده. وتعالوا هنا بقى نعمل صينيتين الجلاش. انا هوريكم صينيه، وبعد كده هوريكم ان انا عملت اتنين، يعني انا هعمل واحده بس معاكم عشان بس وقت الفيديو ما يبقاش طويل. حطي بقى كده ورق الجلاش. طبعا هو ورق الجلاش عندي كان متقطع، فعشان كده انا بحط حته حته بس. عامه هو كل ورقتين هنحط دهن السمنه كده. دي الورقه التانية، ودلوقتي بقى هدهن هنا سمنه. احط ورقتين تاني ونرجع ندهن برضو سمنه. الجلاش يا جماعه بيكون خفيف، وكمان بيكون طعمه حلو قوي، وشكله حلو قوي قوي على السفره في العزومات، فلازم نعمله في اي عزومه، مش بنعرف ان احنا نستغنى عنه الصراحه. دلوقتي بقى هضيف كميه اللحمه اللي عندي، بس طبعا اللحمه اللي فاضله ديت انا هقسمها على الصينيتين. وزعي بقى اللحمه كده كويس وافرديها كويس جدا، بس ما تخليهاش توصل لغايه الحرف عشان ما تحرقش. وبعدين نزلي بقيه كميه الجلاش برضو ورقتين، وهنحط سمنه. لو انت حابه تحطي سمنه ما بين كل ورقه وورقه براحتك، بس عامه هو كده مش هيكون مقرمش كده، هيكون تقيل قوي ومش هتقدري تاكليه، وكمان هيتعب المعده. لكن هو لما يكون ورقتين بس بيكون حلو، وبرده بيطلع مقرمش يا جماعه، والله من فوق ومن تحت ومن جوه بيكون طري، وبيكون جميل جدا. جربي الطريقه ديت للجلاش، برده سهله خالص وبسيطه زي ما انت شايفه. تعالوا بقى نعمل قبرايه بتاع الجلاش. هي كل صينيه هتاخد بيضايه وكوبايه لبن، بس عامه انا عشان عامله صينيتين فاحط بيضتين وكوبايتين من اللبن. حطيت البيضتين وحطيت عليهم رشه من الملح، وكمان شويه من الفلفل الاسود. قلبت الكلام ده كده كويس جدا. لازم تضربي البيض كويس جدا اول بالشوكه قبل ما تنزلي عليه اللبن. وبعدين هنزل بقى هنا كوبايتين اللبن. قلبت بقى وهوزع هنا على الصينيتين. لازم يا جماعه الصينيتين ياخدوا قد بعض، يعني حاولي ما تخليش الصينيه تاخد اكتر من التانية. بصوا هنزل نص الكميه على الصينيه ديت ونص الكميه على الصينيه التانية. ده طبعا بعد ما حطيت لها سمنه. انتوا طبعا شفتوني، بس انا متهيألي ما قلتش ان انا حطيت لها سمنه. حطيت لها سمنه الاول بعد ما قطعتها، حطيت لها سمنه، وبعد كده رحت منزله عليها القبراي بتاعها دوت اللي انتوا شفتوه. بصوا كده وزعت السائل ده كويس جدا، وبعد كده هجيب شوكه وانزل الحروف ديت عشان ما تحرقش وتنشف معايا. وبعدين هسيبها 10 دقايق او ربع ساعه بره كده، وبعد كده اروح مدخلاها الفرن. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. بصوا ديت مطرح سلق البط هروح انا حاطه اللحمه. بصراحه حاله الضغط ديت جميله الصراحه، انجزت معايا. طلعت البط وحطيت اللحمه، سلقته كله ورا بعض. بعد كده بقى يا جماعه هنعمل الباميه. الباميه ديت باميه متلجه فروزن، مش طازه. تعالى اوريكي بقى ازاي تعملي الباميه المتلجه ديت من غير ما تسود معاكي، وتفضلي محافظه على الخضار بتاعها الجميل دوت حتى بعد ما تستوي.
هنجيب بقى يا جماعه الشوربه بتاعتنا على النار، هنخليها لغايه لما تغلي. هنضيف لها هنا واحده من مرقه الدجاج، وطبعا حياء الشوربه يكون حلو، ما يكونش عادم وما يكونش مالح. وبعد كده هنروح مخرطين الباميه بالشكل دوت. طبعا بعد ما نغسلها هنخرطها بالشكل دوت او نقطعها بالشكل دوت، ونروح حاطينها في الشوربه. هنا بقى ما نخليش الباميه بتاعتنا لغايه لما تغلي، لغايه لما تستوي على الاخر، لا تاخد غلوه والتانيه ونطفي عليها، لان لو قعدت لغايه لما تستوي هتسود معايا، وانا مش عايزاها الصراحه ان هي تسود. طفيت عليها بقى وسبتها لغايه لما هديت، وبعد كده رحت ضربها في الخلاط زي ما انت شايفه. بالنسبه لضرب الخلاط ما نطولش قوي يا جماعه، هي ضربه والتانيه ونطفي الخلاط، ضربه والتانيه ونطفي الخلاط لغايه ما خلصنا الكميه بتاعتنا ورجعناها الحله تاني. وهنا بقى تعالوا نعمل لها التومه بتاعتها. حطيت هنا معلقتين كبار من التوم. طبعا انا حطيت هنا سمنه مش زيت، لو انت حابه تعمليها بالزيت عشان تكون خفيفه شويه براحتك، بس عامه هي بالسمنه بتنقل الباميه في حته تاني. سمنه بلدي طبعا يا جماعه، وكمان رشه من الكزبره، وسبتها بقى لغايه لما حمرت بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وتش على طول. شايفين بقى الباميه خضرة ازاي وجميله ازاي؟ اعمليها بالطريقه ديت وصدقيني هتدعيلي. وبكده الباميه بتاعتنا يبقى خلصت. هما كمان يا جماعه كانوا عاملين محشي كرنب وورق عنب، بس كانوا عاملينه قبلها بيوم حاشينه، وانا الصراحه اليوم اللي رحت فيه وصورت دوت كان خلاص خلصان، وكمان ما صورتوش وانا بسقيه ولا اي حاجه. فبصوا بقى تعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. هنعمل بعد كده بقى الحمام عشان نحمره. الحمام عندي هنا هدهنه باللبن قبل ما احمره. ليه هندهنه باللبن؟ هيديله لون حلو قوي، زي ما عودتكم في الفيديوهات بتاعتي قبل كده اللي فاتت، برضه هناه باللبن. كان طعمه حلو قوي ولونه حلو قوي قوي. يا ريت يا جماعه لما يكون عندنا عزومات لازم ندهن الحمام باللبن زي ما هتشوفوا كده. طبعا هما بيحطوا لبن كتير كده في طبق ويغطسوا الحمامة فيها ويطلعوها، بس عامة ده هدر اللبن يعني. بصراحة بقية اللبن اللي هيفيد مش هنستخدمه في اي حاجة تاني، فاضطر ان انا ارميه. لا انا همسكه بالفرشة كده، وهحط قد معلقتين لبن مش كتير، وهمسك الحمامية بتاعتي وبالفرشة كده وهدهنها، برضو هتديني نفس النتيجة كأني غطست الحمامة في اللبن بالظبط. انا مش فاتحه مطعم عشان احط كيلو لبن ولا نص كيلو لبن وابدا ان انا اغطس الحمامه كلها فيها. ليه يعني؟ الصراحه حرام كده، هدر اللبن وهيترمي. يعني انا بعد ما هدر اللبن وابقى بوظته وحطيت فيه الحمام كده خلاص هيترمي، ملوش استخدام تاني. لكن كده بالفرشه احسن. كده انا اتهدم بقى الحمام بتاعي بنفس الشكل ده كله، وعلى الطاسه تكون فيها شويه زيت حلوين كده، ونبدا بقى ان احنا نقليه. هقلي الحمام الاول وبعد كده اروح محمره اللحمه وراه، يعني الاول احمر الحمام وبعد كده اللحمه وراه. طبعا هسيب الزيت بتاعي لغايه لما يسخن كويس جدا، وبعدين بقى اروح منزله الحمام. مع العلم يا جماعه الزيت دوت انا كنت قاليه فيه قبل كده، عشان كده هو لونه مغير شويه. دلوقتي بقى خلاص مش ناقص غير حوالي بتاع نص ساعه على الفطار. هقطع بقى الفاكهه بتاعتي عشان اضيفها للبلح. قطعي بقى فاكهه زي ما انت عايزه، الفاكهه اللي عندك ضيفيها، يعني ما تقيديش نفسك. لو عندك تفاح بس ضيفي، موز بس ضيفي، موز وتفاح براحتك، فراوله بس، اي فاكهه عندك ضيفيها. انا عامه كان عندي الفاكهه ديت عشان كده حبيت ان انا اشكلها واضيفها. وطبعا عامله كميه كبيره عشان زي ما قلت لك كان عندي عزومه، لكن لو ما عندكش عزومه طبعا قللي الكميه شويه. بصوا بقى انا صورت لكم كده واحده من التفاح وواحده ويعني كام واحده من الفراوله وجوافه وكمان موز، يعني عامه صورت لكم كل حاجه انا هحطها، وبعد كده بقى انا هكمل الكميه. بصوا بقى اقطع بقيه كميه الفاكهه. طبعا الطبق دوت هملاه فاكهه لان كميه البلح كتير زي ما شفتوا في اول فيديو. شايفين بقى قطعت من كل الفاكهه اللي عندي موجوده عندي، قطعت منها حتى اناناس هحط. طبعا لو انت مش حابه اناناس براحتك خالص، يعني الفاكهه اللي انتوا حابينها بس هي اللي تضيفوها. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله الله اكبر، مليت الطبق فاكهه زي ما انتم شايفين كده. ودلوقتي بقى هاخد الفاكهه ديت واروح منزلها على البلح. طبعا انا حطيت البلح في حاجه اوسع، هجيب طبق كبير كده واروح منزله فيه البلح بتاعي. حطيت البلح ودلوقتي بقى هبدا ان انا انزل كمان الفاكهه. شايفين بقى البلح طري وقمر الدين كمان داب، كل حاجه بقت تمام معايا. نقلب بقى الكلام ده كله كده مع بعض. هنصب اول كوبايه مع بعض كده واديهولهم بقى عشان يصبوه. وهنا كمان كانوا قطعوا الخضره وكل حاجه، صبوا البلح وحطوه كمان على السفره.
وبدأوا بقى كمان حطوا المخلل كده، بدأوا ان هم خلاص يغرفوا، حطوا المخلل والشوك والمعالق. والطبق ده كانوا حاطينه العيش، بس طبعا ما حطيناهوش دلوقتي عشان ما ينشفش، يعني قلنا ايه لما نرص الاكل نروح حاطين العيش. ورصوا كمان اهوت الكنز والعصير والميه، وكمان غسلنا الفاكهة ورصيناها. كل الحاجات ديت يا جماعة قبل الفطار كده، يعني بتلت ساعة او بربع ساعة حطيناها ورصيناها. قلنا في الوقت البدري عشان لما نطلع الاكل ما يبقاش فيه غير الاكل بس يتحط سخن وبعد كده الناس تقعد. شايفين احنا هنا غسلناها ورصيناها على طبقين، وكل طبق حطيناها على ترابيزة. حطينا هنا شفاشق المية ديت وحطينا معاها كوبايات. وهنا كنت عايزة اوريكم بقى صورة والدي دوت. بابا يا جماعة ربنا يخليه لينا ويحميه ويحرسه يا رب، ويديله الصحة والعافية وطول العمر. وهنا كمان عايزه اوريكم ان احنا كنا عملنا التمر، بس التمر الصراحه انا مصورتهوش لاني مصوراه قبل كده في فيديو على القناه. وهنا بقى كنا خلاص رصينا الاكل على السفره زي ما انتم شايفين كده. احنا عملنا سفرتين، حطينا مع السفره وحطينا كمان معاها ترابيزه على جنب. حطينا بقى غرفنا المحشي وورق العنب، وكمان حطينا الحمام في السرافيس والبط واللحمه. وهنا عملنا شوربه لسان عصفور برضو احنا ما صورناهاش ما لحقناش. وعملنا السلطه برضو ما صورناهاش، يعني في نص الاكل كده ما صورش ما علينا، بس عامه يعني خدوا الافكار من هنا. طبعا شوربه لسان عصفور سهله قوي، والسلطه سهله، الحاجات دي كلها سهله ومفيش بنوته ما بتعرفش تعملها. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير وكمان الاشتراك للقناه عشان يوصل لكم كل جديد. هتشتركوا في القناه ازاي؟ هتنزلوا تحت تفعلوا زر الجرس وتدوسوا على كلمه الكل عشان يوصل لكم كل جديد انا بعمله. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير، وباي باي.